السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي وعلى راسي من فوق. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايه لكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه مولاي. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. الناس اللي بتقول ان الفراخ عندها بتاكل البيض، وانا قلت يا جماعه حطوا قشور بيض، قال لك لو حطينا قشور بيض بياكلوا البيض بتاعهم. دي معلومه خطا تماما، معلومه خطا تماما. انا عندي الفراخ البراهمه بتاعتي، انا عارفه انها بتبيض. ادخل العشه ما الاقيش ولا بيضه. يعني انا كل ما ادخل العشه اقيس الفراخ الاقي عليهم البيض، والفرخه لا ده عشان تبيض. ارجع تاني ما الاقيش ولا بيضه. طب البيض راح فين يا جماعه؟ طب هي كان عليها البيضه، طب هي باضت مانيش لاقيه البيض، طب العمل ايه؟ فقلت خلاص يبقى هما كده بياكلوا البيض. فانا كنت ناويه ان انا اعمل اكوي المنقار بتاعهم. فهم برضو لهم ضوافر، ممكن يكسروا البيضه بضفيرهم ويشربوها عادي. فقلت لا، انا عارفه ان قشور البيض فيها كالسيوم حلو جدا جدا، ولذلك كده ان الطيور بتاعتي عندها نقص كالسيوم. بدل ما اروح اشتري ادويه بالشيء الفلاني وانا عارفه ان الحل بسيط وموجود عندي في قلب البيت وموجود على طول كل يوم موجود عندي. فانا كنت عامله حاجات حلوه للعيد، فكنت عامله كريمه، فالكريمه كنت مكسره عامله ليا ولحماتي. فكان عندي جردل بيض، كان عندي جردل بيض. فقلت طب انا ما استغلهوش ليه، بدل ما ارميه في الزباله احط له الطيور بتاعتي. جبت جردل البيض، كان فيه حوالي قشور بيض حوالي اللهم صل على محمد عن قشور حوالي عن 100 بيضه. جبت كميه القشور دي كلها ما وزعتهاش على الطيور كلها، انا جبتها حطيتها للبراهمه بس. ساعه ما شافوا قشور البيض وكان باقي فيها سوائل من البيض بتاع البيض، كان باقي فيها سوائل لسه كتير. فساعه ما حطيت لهم قشور البيض هجموا عليه اكلوه كله، ما خلوش. اخر اليوم لقيت بيضه في العش، تاني يوم لقيت بيضتين، تالت يوم لقيت ثلاثه. عندي 3 فرخات بيبيض اهو. بسم الله ما شاء الله. ممكن تكون واحده بزراميط واتنين براهمه، يعني واحده بزراميط واتنين براهمه بيبيضوا عندي. ربنا يبارك يا رب ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره، اللهم امين. البيض الاحمر ده بيض البراهمه، البيضه ديت الملونه دي ممكن تكون بيضه الفرخه البزراميط البيضه دي. بسم الله ما شاء الله اللي هي ام عرف دي. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك فيها يا جماعه. المعلومه اللي انتوا فاهمينها عن قشور البيض ان الفراخ لو كانت قشور بيض تاكل بيضها، دي معلومه خطا تماما. احنا لما بنعمل صدف وبنعمل التحديقه بتاعه الطيور، مش بيقول لك نشفي حمصي قشور البيض وطحنيها وحطها على التحديقه دي؟ لا، انا ما بحمص ولا بعمل ولا بجيب تحديقه ولا كلام من ده كله. قشور البيض اللي بتبقى موجوده عندي طالعه من الفقاسه او من شغل بيتي برميها للطيور. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. كل الطيور اللي كانت بتاكل عندي بيض والله العظيم ربنا يبارك حاجه 10 على 10. هوريكم برضو دلوقتي انتاج الفراخ البزراميط تحت منهم. لسه احنا لسه الصبح وجاي على في الطيور لقيت 3 بيضات براهم همت، وهوريكم لقيت ايه عند البزراميط عشان تعرفوا بس يا جماعه ان والله العظيم ربنا يبارك ان المشكله في نقص الكالسيوم. قشور البيض لو حطيتها للطيور بتاعتك بكثره مش هياكلوا البيض، اهو النتيجه قدام منكم. ما كنتش بلاقي ولا بيضه، والله العظيم ما كنت بلاقي ولا بيضه. قشور البيض دي فيها سر كبير جدا جدا بالنسبه للطيور، فاللي عنده قشور بيض يا جماعه ما يرميهاش، حطها للطيور بتاعته. سرها باتع والله العظيم. طيورك هتلاقيها بصي مش هيغيب منهم ولا بيضه، والله ما هيغيب منهم ولا بيضه. ودي النتيجه قدام منكم اهيت. فعلا بقالي اكتر من 15 يوم ولا 20 يوم الفراخ بتبيض. العش بتاعهم راح لله تعالى. انا كنت تعبانه شويه وكان عندي شويه مشاكل كده، فما كنتش مركزه مع الطيور. فلما بدات ان انا فوق بدات اركز مع طيوري. يعني يمكن انا قعدت فتره حوالي عن 4 ايام او 5 ايام ما نزلتش فيديوهات معاكم، بس فعلا كنت تعبانه وكان عندي مشكله في البيت. بس الحمد لله كل حاجه عدت والدنيا تمام اهو. النتيجه قدام منكم الله اكبر. البيض قدامكم اهو. ربنا يبارك يا رب. تعالوا بينا بقى نشوف الفراخ البزراميط بتاعتنا برضو ربنا رزقنا بايه من عندها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. 5 اهو، 5 اهو ربنا يبارك، ولسه هيبيضوا، لسه هيبيضوا. انا رقدت امبارح اللهم صل على محمد 3 فرخات هندي. رقدت واحده على بيض بط. الفراخ البزراميط بتاعتي بسم الله ما شاء الله برضو كنت جايبه لهم قشور بيض. انا عندي انتاج النهارده في الفقاسه، اي قشور هتبقى طالعه عندي هجيبها اوزعها على كل الطيور. في فراخ عندي ما تبيضش الا العصر او بعد الظهر، في فراخ بتقوم من النوم تبيض. فربنا يبارك يا رب حسب ما البيضه بتحضر عليهم يا حبايبي، يعني حسب ما البيضه بتحضر عليهم. ده خليط البراهمه اهو، خليط الفراخ مع الديك البراهمه. بسم الله ما شاء الله حجمه حلو وجميل جدا جدا. ربنا يبارك. عايزه اوريكم حاجه كمان، انا جبت ديك تركي، انا جايباه عندي من قبل العيد بس ما كنت صورته لان كنت عامله له عزل لوحده فما فيش عشه بقى ان انا نحطه فيها لوحده. هو الروميه انا نقلته ونقلت معاه الروميه التركي وحطيت معاه روميه تايجر.
حطيت معاه روميه تايجر. ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. روميه تايجر راقده اهي بانها هتبيض. ربنا يبارك ويحمي يا رب، اللهم امين. الروميه التركي بتاعتنا وده الديك اهوت. ما اعرفش هو شغال ولا مش شغال، هو 5 كيلو بس هو شكله ان هو بيدل ان هو بيتخصب يعني. فنقلت معاه الروميه التركي بتاعته ودي الروميه التايجر بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك للجميع. فانا ما لقيتش عيشه ثانيه فقلت ما فيش مشكله نحطه مع الفراخ دي عادي خالص والدنيا تمام. فربنا يبارك ويحمي يا رب. لسه معانا هنا روميه تايجر وروميه امريكي والديك الامريكي بتاعنا، وانا رقدت روميه امريكي هوريها لكم برده دلوقتي واوريكم الطيور اللي راقده عندي. فانا بدات ارقد رغم ان انا رافضه فكره الرقاد ده خالص عشان عندي فقاسه، بس بسم الله ما شاء الله الفتره دي بيجي له بيض كتير لان خلاص الجو بدا يظبط مع الطيور، فالطيور بدات تبيض فبيجي لي بيض كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. راقده معانا الروميه القمر اهي، روميه امريكي راقده اهي. ربنا يبارك فيها يا رب. بسم الله ما شاء الله. نحط لها حوالي عن 27 بيضه، 2 رومي على ما اعتقد او 3، والباقي كله بيض فراخ. فربنا يبارك ويحمي يا رب، اللهم امين. حط لها عيش ناشف والميه مفيش اكتر من كده. فربنا يبارك ويحمي يا رب. نحطها في الاوضه بتاعه الخزين وبتاعه العلف اللي بحط فيها الرز الشعير والعلف بتاع الطيور. فانا مرقداها هنا في جنب لان الرومي بينام فوق بعضه، مش زي بقى ان انا احطها في عشه الفراخ واقفل عليها، لا. فقلت اجيبها في مكان هادي لوحدها كده وارقدها فيه. فانا هتابعها عشان برضه الاوضه فيها فران وكده، فهتابعها قبل ما تطلع بيوم ابقى مباشره معاها كده على طول ان شاء الله، وراقده وربنا يبارك فيها يا رب ومحتضنه البيض والدنيا تمام معانا. فالله يبارك يا رب. ربنا يبارك للجميع. شوف برضو الفراخ التانية انا عملت ايه مع الفراخ الهندي عشان ارقدهم، عشان بس اللي بيعاني من المشكله دي يا جماعه، اللي بيعاني من مشكله ان الطيور ترقد على بعضها. ديك الهندي بتاعنا لا حول له ولا قوه، التانيين طابوا خلال يومين، وده عشان مأذي قوي فلا حول له ولا قوه. شايفين عامل ازاي؟ وقف منعزل في جنب، بس المهم ان هو ليه عين مفتوحه ان هو يشوف يتحرك في المكان بس. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه بس اوريكم انا عملت ايه للفراخ الهندي بتاعتي. شايفين؟ قفلتها ببلاط من هو بتاع السقف. دي بلاط من بتاع السقف يا جماعه اللي بتعمل كنت عامله بيت سقف البيت من عندي من تحت، كنت عاملاه كله بالبلاط ده اللي هو السقف المعلق ده. فبدا يلم فران وكلام من ده فشلناه وعملنا جبس. الدنيا تمام اهي. بسم الله ما شاء الله. انا حطيت القفاصات بس كده وحطيت بيض لهم كل بيضتين في قفص، لقيتهم برضو رقدوا في قفص واحد، قلت لا ما بديهاش اهو. بسم الله ما شاء الله. عملت لهم بقى العزل اللي انتوا شايفينه ده، ووقت الاكل هطلعهم بايدي وادخلهم بايدي اهو. شغلانه مش صعب خالص. ولميت الفراخ بتاعتي بسم الله ما شاء الله. الثلاثه دول هندي اهو، جمعتهم. الحمراء اهي دي بقى اللي كانت رافضه انها ترقد لوحدها تماما، رقدتهم اهيت. ديت راقده على بيض فراخ، ودي على بيض بط، ودي على بيض فراخ. ربنا يبارك فيهم يا رب. اهو المنظر قدامكم اللي انتوا شايفينه اهو، بدون اي حاجه ولا دقيت ولا عملت. انا حبشت المكان وظبطته ورصيته فوق اهوت عشان يبقى حاكم البلاطه ما تقعش، وظبطت الدنيا ليهم. ربنا يبارك يا رب وربنا هداهم وناموا. يعني انا فضلت متابعاهم امبارح، انا عامله لهم امبارح قبل المغرب بشويه، فضلت متابعاهم لما للمغرب لقيتهم كانوا ورقدوا، قلت خلاص الدنيا تمام وربنا يبارك فيهم. واديك بقى على ما يشم نفسه يكون هم قاموا من على البيض بتاعهم. عندنا فرخه هندي راقده اهي، البيضه اهي. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان. فاللي هيبدا يرقد عندنا هنجمع له بيض ونرصه له الفتره اللي انا يعني ايه ما عنديش مكان في الفقاسه، فرق الطيور يطلع له بيض رقد يبقى 10 على 10. والبيض اللي بيجي لي من بره ده طبيعي هحطه في الفقاسه عشان انا ما عنديش مكان. يعني في ناس جابت له بيض قعد 3 ايام على ما حطيته في الفقاسه. دي لسه راقده لسه ما بيضتش. هنبص هنا بصه. دي الديك اللي كان عامل المشكله كلها طب اهو، والاسود طاب، ويا عيني اللي جوه ده هو اللي متبهدل احلى بهدله. فالحمد لله قدر الله ما شاء الله. قلبين المسألة ليه بس كده؟ هي الدنيا ناقصه لبخه؟ جو بيشتم الصبح. حاجه باضت هنا ولا لسه برضه؟ دي عايزه تلقط بس فرخه مش راسيه، فانا مش عايزه ارقدها. لسه مفيش حاجه باضت. الفرخه دي مش راسيه فانا مش عايزه ارقدها عشان بس ما تبوظليش البيض. جمعت كميه الفراخ البيضه كلها اهي زي ما انتم شايفين، جمعت معاهم ديك من نفس اللون عشان يجيبوا نفس اللون، يبقى لون موحد، يبقى اللون صافي. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. بس خلاص ربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق الجميع يا رب الخير، اللهم امين. ربنا يبارك ليا ولكم والامه محمد اجمعين يا رب، اللهم امين. حاجه في منتهى الجمال. دي الفراخ البزراميط تهجين الفراخ الساسو مع الديك النص اللي كان موجود عندي، جايبين الوانات جميله جدا جدا. في احمر بس الاحمر سايباه مع البزراميط اللي بره، وده الابيض اللي جه منه كان شكل الديك. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان يا رب، ربنا يرزق كل من كان. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده. حبيت ان انا اعرفكم ان قشور البيض كنز كبير جدا جدا للطور بتاعها. قشور البيض والله العظيم كنز كبير جدا جدا يا جماعه. شوفوا الفيديو واسمعوه واتفرجوا وانتوا هتعرفوا ان قشور البيض ممتازه جدا جدا والله العظيم للطور بتاعتك.
بصوا مش هتلاقوهم بيض، هيكروا بيض، مش هتلاقي ولا بيضه تغيب عن الطيور بتاعتي. انا عارفه يمكن صوتي ما يكونش واضح بسبب صوت الضيوف، بس انا حبيت اعرفكم انا حصل ايه معايا وعملت ايه مع الطيور بتاعتي. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده، بالله عليكم لو استفدتوا بقدر بسيط من المعلومه ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام لايك. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.